تعرف ان الدولفين تاني اذكى مخلوق بعد الانسان؟ الدولفين مش بس اجتماعي وبيحب اللعب، ده كمان بيستخدم حاجة اسمها التحديد بالصدى عشان يعرف اللي حواليه، وده بيحتاج ادراك عالي جدا. والدلافين بتقدر تتواصل مع بعضها بلغة خاصة بيهم، وده عن طريق استخدام اصوات معينة زي الصفير والنقرات. وفي دراسات بتقول ان كل دولفين عنده اسم او صوت مميز بيستخدمه للتعريف عن نفسه، ويشتغلوا مع بعض بشكل منظم جدا اثناء الصيد. تخيل حتى انهم كمان بيقدروا يتعرفوا على نفسهم قدام المرايات، وده معناه انهم بيبقوا عارفين ان اللي في المراية ده هم مش حيوان جديد، على عكس القطط مثلا، ودي علامة ان عندهم وعي بنفسهم، ودي حاجة نادرة جدا في عالم الحيوان. الدلافين كمان معروفة بقدرتها على المساعدة والتفاعل مع البشر، وفي حالات كتير تم تسجيلها لدلافين انقذت ناس كتير من الغرق، او حتى بتحميهم من القروش في البحر. وفي جانب تاني مذهل ليهم، وهو انهم قادرين يتعلموا حركات والعاب جديدة بسرعة جدا. يعني لو حد من البشر علم الدلافين حاجة هتفتكرها وتكررها بكل سهولة.